السلام عليكم. اليوم غادي ندير لكم البسطيله بالكروفيت والكراميل. وهنايا كاين الحوت، الكفته ديال الحوت. غير الا بغيتو تعرفوا كيفاش شوفوا الفيديو السابق. وهنايا الشعريه الصينيه وكروفيت وكراميل. المهم الا بغيتو تشوفوا الفيديو شوفوا الفيديو السابق. وهنايا الوراق ديال البسطيله، وهنايا الهريسه والليمون او الحامض، وهنا الكروفيت، وهنا الزبده باش نسقوا البغيوات ديالنا. دابا غادي نهزو المقله باردون. دابا دهنا الطاوه ديالنا وغادي نديرو فيه الوراق. بسم الله. كاين الشفه. غادي نهز واحد الورقه غادي نديرها هنايا في الطاوه ديالي هكذايا. ومن بعد غنهز ورقه اخرى غادي نحطها هكايا هكذا، وغادي نهز وحده اخرى وغادي نحط وحده اخرى هنايا بحال هكذا، وغادي نحط هنايا وحده هكذا، وغنحط وحده هكذايا ياك، وغنحط وحده هنا في الوسط بحال هكذا. نقلبها مزيان هكذايا. وغادي نجيو لهنايا كما شفتوا الشعريه الصينيه، وغادي نزيد ليها شويه وهاد شويه بغيتو البغيوات التزيين تاع البسطيله. غادي نخلط جيدا الخليط ديالنا جيدا. من بعد نخلطو جيدا بحال هكا. دابا غادي بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي نحطوه هنايا. بسم الله. ندير الخليط ديالي بحال هكا. دابا شوف الطريقه اللي غادي ندير هكا. غادي نطويه هكايا، غادي ندير هذا هكايا، غادي ندير هذا هكايا، غادي ندير هذا هكايا. اوكي. غادي نهز واحد الورقه اخرى، غادي نهز الزبده مذوبه نسيتها. غادي ندير بحال هكايا. غادي نهز واحده اخرى، واحد الورقه من فوق، ندير جوج هنا. غادي نكب الزبده باش ما تلصقش ليا. غندير هكايا، نزيدها مزيان. دابا غادي نديرو التزيين. دابا غادي نحط البسطيله ديالنا في الفرن من بعد ما طيب ونرجع لكم من جديد. من بعد ما خلينا البسطيله ديالنا في الفرن دابا غادي ندير البغيوات اللي غادي ندير فيها التزيين. حيت شرط لينا هنا الخليط الكفته والشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه اللي فيها كامل، اللي فيها الكروفيت
شوف